عندما وقع كريستيانو رونالدو عقداً لمدة عامين مع مانشستر يونايتد العام الماضي، احتفل المشجعون بحفاوة، فالأمر كان أشبه بقصة خيالية. أفضل لاعب في العالم الدون قد عاد إلى أولد ترافورد، عاد إلى الشياطين الحمر، النادي الذي حقق معه إنجازات لا تنسى. موسمه الأول مع الفريق كان رائعاً فرغم بلوغه 37، إلا أن مهارته باتت تلمع أكثر فأكثر مع تقدمه في العمر، فأنهى الموسم كهداف الفريق ب18 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 أهداف في بطولات أخرى. لكن القصة اختلفت كثيراً هذا الموسم، فمن الواضح لأي متابع للدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة مان يونايتد تراجع أداء الدون بشكل كبير، أو على الأقل هكذا تبدو الأمور على الورق. فمن بين 14 مباراة لعبها الفريق حتى الآن، شارك الدون في 10 منها فقط، وبقي أكثر من نصفها على دكة البدلاء. طيب ماذا عن الأهداف؟ في الحقيقة لم يحرز رونالدو في البريمير ليج إلا هدفاً واحداً فقط هذا الموسم. طيب ما السبب وراء هذا التراجع؟ هناك طبعاً عدة عوامل، لكن ربما أبرزها الأوضاع داخل الفريق، وخاصة علاقته المتوترة بالمدرب الهولندي إريك تين هاغ التي جعلت الرجلان حديث الصحف الرياضية، ما بين تلويح المدرب بتوقيع عقوبات على الدون بسبب سلوكه ومطالبات من النجم البرتغالي نفسه بمغادرة النادي. ولكن في تطور جديد، فتح النجم البرتغالي النار على يونايتد وإدارته والمدرب تين هاغ في لقاء خاص مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرز مورغان، مؤكدا أنه يجب على الجماهير معرفة الحقيقة. فقال رونالدو إنه شعر بالخيانة، وإن هناك أشخاصاً لا يريدونه في النادي، ليس فقط هذا العام إنما العام الماضي أيضاً، مضيفاً أن هناك أشخاص يحاولون إجباره على الرحيل، وليس فقط المدرب وإنما هناك 2 أو 3 آخرون داخل النادي من كبار المديرين التنفيذيين بحسب كلامه. طبعاً الإعلامي سأله عن علاقته مع المدرب تين هاغ، فكان جواب رونالدو صادماً، فقال: لا أحترمه لأنه لا يحترمني، إذا لم تحترمني فلن أحترمك أبداً. كما أيضاً انتقد بشدة إدارة النادي في اختيار رالف رانيك المدرب السابق لهاغ، قائلاً: كيف يمكن لفريق بحجم مانشستر يونايتد أن يجلب شخصاً يعمل كمدير رياضي؟ إذا لم تكن حتى مدرباً فكيف ستكون رئيساً لمان يونايتد؟ لم أسمع به من قبل. ووصف رونالدو الفريق بأنه توقف به الزمن، فقال: منذ رحيل السير أليكس لم أرى أي تطور، لم يتغير شيء، كل شيء بقي على حاله، المسبح وغرفة البخار حتى غرفة اللياقة البدنية. وفي النهاية شدد النجم البرتغالي على حبه لمانشستر يونايتد والجماهير، لكنه حذر أن عليهم تغيير الكثير من الأمور إذا أرادوا تصحيح الأوضاع في النادي. وقال بيرز مورغان الإعلامي الذي ألقى الحوار مع رونالدو، قال إن الدون هو من طلب منه إجراء اللقاء في هذا التوقيت، مضيفاً إنه يعلم أن الناس سينتقدونه، لكنه يعلم أيضاً أن ما يقوله صحيح، الحقيقة تؤلم أحياناً. أعتقد أن جزءاً من التوقيت كان كأس العالم، سيكون طبعاً مع البرتغال، ويمنحه ذلك شهراً بعيداً عن يونايتد، ويمنح ذلك وقتاً أو ذلك أيضاً الوقت ليونايتد للتفكير فيما يريدون القيام به، وله أيضاً للتفكير فيما يريد فعله. حتى الآن لم يعلق مدرب مانشستر يونايتد أو إدارة النادي رسمياً على ما قاله رونالدو، لكن بحسب عدد من الصحف الرياضية البريطانية خلف أبواب النادي عبر عدد من زملاء رونالدو عن استيائهم من تصريحاته. تصريحات الدون طبعاً تأتي قبل أيام من سفره للمشاركة مع البرتغال في كأس العالم في قطر، والذي في الأغلب سيكون آخر مونديال له، وهو يعلم بالتأكيد أن تصريحاته ستفاقم من الأزمة مع النادي الإنجليزي.
فهل سيرحل اللاعب عن الفريق بعد كأس العالم؟ أم أن يونايتد سيتمسك به حتى نهاية عقده العام المقبل؟